تعال اقول لك ازاي تعمل سيرش بار دايناميك بالشكل ده، بحيث ان انت لو غيرت في كود الموظف يتغير معاك النيم والبرانش والسالري. في البداية احنا هنعمل الدايناميك سيرش بتاعنا باستخدام دالة فيلوك اب. هنيجي هنا نقول فيلوك اب كود الموظف، ده اللوك اب فاليو بتاعتي، واثبتها باف 4. المجال بتاعي من كود الموظف اللي هو هنا واثبته. انا محتاج معلومة ايه؟ محتاج معلومة النيم فيه عمود رقم 2 من اول الكود 1 2، نوع التطابق 0، واقفل القوس. جاب لي النيم بتاع الموظف بالشكل ده. طب عايزين البرانش والسالري، هناخد المعادلة بتاعتنا كلها كوبي ونبتدي ننزلها في العمود اللي بعده او في المعلومة اللي بعدها، واقول له البرانش في العمود رقم 3 واقول له انتر، واخد نفس المعادلة كوبي في السالري والسالري في العمود رقم 4 واقول له انتر. وبكده نكون عملنا الديناميك سيرش بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان يوصلك كل جديد.